سمكه من عيله اسماك الميرا اللي هي العيله الكرنجيه اللي هي بتضم تريفاليس والجاك فيش، مع ذلك هي مش شبههم خالص. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن سمكه الانش زبرا. سمكه الانش زبرا اسمها بالانجليزي بايلوت فيش او سمكه الطيار، اللي هو يعني ايه بيقود الطائره. الاسم ده مستوحي من اسمها باللاتيني اللي هو معناه السياده في البحر. كل الكلام ده جاي من الاسطوره الاغريقيه اللي بتقول ان في اله سقط بحار على شكل السمكه دي. بقى من ساعتها بقى انه من ساعه البحار ده اتسقط في شكل السمكه دي، بقى بيمشي بقى قدام السفينه السفن ويهديهم يعني لبر الامان، وبيمشي قدام الاسماك الكبيره والقروش عشان يوريهم سكه الفرايس دي. يعني الاسطوره بتقول كده، عشان كده قال لك ايه هو بايلوت، ان هو طيار يعني بيقود السفينه او بيقود السمك الكبير للامان او للفرايس او كده. طبعا كل الكلام ده اساطير، هي مجرد بس ان سمكه اللي هي الانش زبرا دي بتحب تمشي في موجه الضغط اللي بتكون قدام سمكه القرش او اي سمكه كبيره، وكمان بتحب تمشي في الامواج اللي بتعملها السفن. سمكه الانش زبرا اكتر حاجه بتميزها طبعا هي الخطوط اللي بالعرض اللي لونها كحلي دي، بس خلي بالك في حاله التوتر والعدائيه والدفاع عن النفس بتحول لونها لفضي فاتح. كمان شكلها مميز جدا من عند الانف كده، تحس ان هي واخده نص دايره وبقها صغير شويه. سمكه الانش زبرا موجوده بشكل نادر في الميه الدافيه والاستوائيه في جميع انحاء العالم، وهي سمكه عايمه بتحب العمق صفر، وبحد اقصى عمق مسجل ليها 300 متر. سمكه الانش زبرا بتمشي في اسراب صغيره وبتكون متجمعه دايما حوالين مخلوق كبير، زي مثلا سلحفاه كبيره او سمكه قرش او حوت او سمكه رايه كبيره او اي سمكه كبيره بتكون متجمعه كده سرب صغير حوالين منه. طب ليه؟ اول حاجه هما بيستفيدوا، هو مثلا لما بيجي ياكل حاجه بياكلوا هما البواقي بتاعته. تاني حاجه هما بيتحموا فيه، اي حد بيلاقيهم مثلا ماشيين مع الوحش الكبير ده او المخلوق الكبير ده بيخاف ان هو يقرب لهم. تالت حاجه هما كمان بياكلوا الطفيليات اللي بتطلع على جلده، وكمان الافراد الصغيره من سمكه الانش زبرا بتخش تاكل الحاجات اللي لازقه في اسنان القرش. واكتر سمكه قرش بيحبوا يمشوا معاها هي سمكه قرش الزعنفه البيضاء، وما حصلش مره ان سمكه قرش هاجمت سمكه زبرا انش. التزاوج بيكون من اوائل الصيف لاواخر الخريف. بيض بيكون عايم في الطبقات العليا للميه، وبعد ما بيفقس بتبدا الصغار تستخبى في الاعشاب اللي هي بتبقى عايمه على وش الميه. لما تكبر شويه تبدا تستخبى تحت الاناديل، وكل لما تكبر تبدا تمشي مع مخلوق اكبر حسب حجمها، لحد ما توصل بقى انها تمشي مع القروش والحيتان واسماك الري. بالنسبه للصيد هي نادره جدا في اسكندريه، مع ذلك هي بتطلع في صيد التسقيط في اراضي الغرق بتاعه المرجان. الصيادين بيقولوا ان هي اول ما بتحس بالسلاح في بقها بتبدا تتحرك بشكل جنوني. بالنسبه للاكل هي لحمها طري شويه وجسمها معروس قشور، ولون اللحم تحس ان هو شبه لون لحم سمكه الدراك، مع ذلك في الطعم هو شبه طعم سمكه التونه قوي. اول عملتها صينيه بطاطس كان طعمها حلو جدا، لكن بعد كده دخنتها طلع طعمها زي التونه بالظبط واحلى بكتير كمان. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.